لو عندك زيت مستعمل مش هترميه ولا هتبيعيه، هتعملي منه وصفة حلوة جدا وهنستغله. والحاجة دي بنستعملها في المطبخ على طول وبنشتريها دايما، وموفر جدا، وهنعمل منه كمية كبيرة. هنعمل مع بعض الصابون البلدي بأسهل طريقة، وهنعمله بالزيت المستعمل، وهتعملي كمية كبيرة. وزي ما انتوا شايفين القطعة ما شاء الله كبيرة، وكمان بتعمل رغوة حلوة قوي ما شاء الله، رغوته كبيرة. يعني بدل ما تغسلي مثلا حلة واحدة هتغسلي كذا حاجة بنفس الرغوة الأولانية اللي انت عملتيها. تعالوا بينا ندخل على الوصفة بتاعتنا ونشوف الصابون البلدي هنعمله مع بعض ازاي. اول حاجة هنجهزها الحاجة اللي هنحط فيها الصابون. معايا كده صندوق بتاع الرنجة انا مخصصاه للصابون، سايباه عندي كل لما بعمل فيه علشان ما بوظش اي صاج عندي وكده، لان البوتاص بيبقى حامي وممكن ياكل الصاج بتاعك ويبوظه. تمام. فتحت كيس كبير كده وبدأت اللي انا افرده في الصندوق وركنته على جنب. بعد كده هجيب شفشة، حطيت فيه نص مية، ومعايا ربع كيلو من البطاطس. بدأت اللي انا افضيه كده، وانت بتفضيه رجعي وشك لورا وحرصي علشان بيبقى سخن، ولا قدر الله ممكن يحرق وشك. واي حاجة بتستعمليها تبقى قديمة ما تستعمليهاش في الاكل خالص. يعني المضرب والمعلقة الخشب اللي انا بستعملهم دول ما بستعملهمش في الاكل، مخصصاهم للصابون بس. مش صح خالص اللي انت تستعملي حاجة الاكل في حاجة زي كده. بعد كده جبت طبق كبير وحطيت فيه نص كيلو دقيق وتمن، يبقى نص وتمن من الدقيق، وحطيت عليهم نص كيلو من الصابون السائل. اي نوع صابون انت بتستعمليه او بتحبيه تقدر اللي انت تشتغلي بيه. قلبتهم كده مع بعض، وبعد كده هبدأ انزل عليهم بكيلو ونص من الزيت. طبعا الزيت بتصفيه بالمصفى علشان لو فيه اي رواسب ما تنزلش في قلب الصابون، يبقى الزيت صافي. طبعا الزيت غامق علشان ده زيت مستعمل مكان بقى قلية سمك والحاجات دي، فاحنا بدل ما نرميه بنحوشه كده في ازازة، وبعد كده بتعملي بيه الصابون. بعد كده بدأت بقى اللي انا اقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما كله اتقلب مع بعض ومفيش اي تكتلات. بعد كده معايا ليمونتين كبار، هبدأ اللي انا اعصرهم. الليمون طبعا حلو جدا وهيخلي ريحته حلوة، وكمان هيحافظ على بشرة ايدك. ولو عندك جليسرين حطي معلقة كبيرة من الجليسرين، بس بصراحة ما كانش متوفر عندي. فالجليسرين برضو حلو علشان البشرة بتاعتك ما تبصي بشرة ايدك وانت شغالة بيه. تمام. بعد كده هقلبهم مع بعض كويس جدا، وبعدين في الاخر هبدأ انزل بالبوتاز اللي احنا جهزناه. وهبدأ بقى اللي انا اقلب. هتقلبي طبعا درجة اللون هتتغير دلوقتي، وكمان هتلاقيه تقل معاكي. كل لما تقلبي هتلاقيه بيتقل معاكي. بس بقى قلبيه كويس علشان كله يبقى زي بعضه وما تلاقيش فيه اي تكتلات خالص. وزي ما اتفقنا اي حاجة بتستعمليها تخصصيها لكده وما تستعمليهاش في الاكل خالص. بعد ما خلصت شايفين اللون اتغير ازاي، بدأت بقى اللي انا افضي الكمية كلها. هو الصندوق ده بياخد المقدار ده حلو جدا على قده حلو. هبدأ بقى اللي انا افرده كويس كده، وهبدأ اللي انا اسويه علشان الصابونة تبقى متساوية معايا وفي الاخر شكلها حلو. حاولي بقى كده اللي انت تظبطيه. وبعد ما بتسويه بقى بتركنيه في اي حتة في المطبخ عندك، في جنب خالص بعيد عن لو عندك اطفال ما تحطيهوش قدامهم، لان بيبقى لسه سخن برضو في البداية كده، فربنا يسترها. سيبيه بقى لحد ما يشد كده معاكي. اول ما تلاقيه شد معاكي كده ومسك نفسه ابدأي اللي انتي قطعيه، علشان لو سبتيه لحد ما ينشف خالص بعد كده مش هتعرفي تقطعيه. فلازم تقطعيه وهو لسه طري شويه، يعني يشد بس معاكي كده، وتبداي اللي انت تجيبي السكينه وتبداي اللي انت تقطعيه. طبعا هتقطعي الحجم اللي انت عايزاه. قطعت كده بالطول، وبعد كده هقطع بالعرض. زي ما اتفقنا ما بتسيبوهوش ينشف للاخر، هو يدوبك بيشد بس كده وهو طري تبداي اللي انت تقطعيه. يعني انا كنت عاملاه بالليل، ده كده تاني يوم الصبح. بعد كده اركنيه بقى يومين تلاتة بقى على حسب ما ينشف معاكي. انا سبته يومين كمان لحد ما نشف شوية. وبعد ما بينشف بتبدأي اللي انتي تشيليه. شايفين نشف ازاي؟ هجيب بقى عندي كرتونة كده، بدأت اللي انا افردها، وبدأت اللي انا اشيل الصابون بعد ما مسك معايا بالشكل ده.
شايفين تماسك ازاي؟ وبرده لسه برده منشفش قوي، بس تماسك. والقطع بقى التقطيع اللي احنا قطعناه بالسكينة بيسهل علينا واحنا بنشيله ازاي. بتتشال بقى معاكي بكل سهولة. ببدأ اشيل قطعة قطعة كده وبحطها على الكرتونة. شايفين ما شاء الله حجمها حلو جدا. حطيتهم بقى على الكرتونة واسيبهم لحد ما ينشفوا. كمان لازم تسيبي الصابون ينشف علشان ما يتهدرش منك. وكمان لو في بقى زيت زيادة ولا حاجة بينزل على الكرتونة، الكرتونة بتشربه. تمام. هتسيبيه بقى كمان يومين ولا 3 لحد ما ينشف معاكي خالص. ومن وقت للتاني ما تلاقي من فوق نشف كده، ابدأي اللي انتي اقلبيه على الجنب التاني علشان ينشف من كل الجناب. اهم حاجة سيبيه ينشف بالطريقة دي. شايفين بقى لونه فتح ازاي؟ حجم الصابونة ما شاء الله كبير. والصابون ده دلوقتي غلي مش زي الاول. تقدري تعمليه في البيت بزيت مستعمل باسهل طريقة، وهيعمل معاكي كمية كبيرة. اهم حاجة تسيبيه اللي هو ينشف علشان ما يهدرش منك. والصابونة دي هتقعد معاكي ما شاء الله فترة كبيرة. تيجوا كده نجربه ونشوف الرغوة بتاعته عامل رغوة قد ايه. جبت بولة كده وحطيت فيها شوية مية. هبدأ بقى اللي انا ارغي الصابونة. ما شاء الله اول ما تلمس المية تلاقيها رغت معاكي على طول. شايفين بيعمل رغوة قد ايه؟ حاجة كده تحفة جدا. ولو رغيتي كده جبت حتة سلكة ورغيتي عليها ودعكتي الألمونيا بتاعتك، مش هتعملي مثلا زي ما بقولك حلة واحدة ولا ده انت هتعملي 3 حلل بنفس الرغوة الأولانية اللي انت عملتيها. شايفين ما شاء الله حاجة كده تحفة جدا. جربوا الصابون البلدي بالطريقة دي هيعجبكم جدا جدا.